وفي سلسلة المحاشي بقى مع بعض، طبعا الجو شتا الجو سقع، يعني محشي بكل أنواعه. وعملنا محشي الكرنب مع بعض قبل كده وشفناه بكل سهولة وبكل بساطة. ودلوقتي احنا عملنا مع بعض محشي الكوسة والفلفل والبتنجان، وحاطين معاه أي مخلل انتي عاوزاه تبلعي بيه. وأنا ديت شوربة هنشوفها عملناها ازاي مع بعض في الفيديو لما نشوفه للآخر. يلا مع بعض نشوف محشي الكوسة والفلفل والبتنجان ده عملناه ازاي. بص يا حبايبي، ديت كانت خلطة محشي اللي هي الصلصة طبعا بالخضرة بالبصل، اللي هي الخلطة اللي احنا بنعملها كلنا. كان فاضلة عندي كنت حطاها في الفريزر، وانا طلعتها من الصبح فكت عشان خاطر استعملها مع محشي الكوسة والبتنجان والفلفل. زي ما احنا شايفين كده، اي خلطة اي حبة خلطة بتفضل عندنا بنحتفظ بيها بالفريزر. حبيت اوريها لكم قبل ما احط منها على الرز. بصوا انا زودت عليها حاجات بسيطة، زودت عليها حبة فلفل اسمر وحبة ملح وحبة قرفة صغيرة وحبة زيت، يجي معلقتين زيت كده زي ما احنا شايفين كده، وبقلبها. فكده الخلطة بتاعتنا اصبحت جاهزة. بص انا حاجتي موجوده اهيت، انا جهزتها طبعا. انا قلت ان انا مقوره البتنجان والكوسه، بس عايزه انوه على حاجه يمكن قلتها في الكوسه بالبشاميل. الكوسه بتبقى من بره فيها رمل ناعم كده، فمفروض علينا ان احنا ننقعها كويس قوي عشان الرمل ده ما بينزلش منها بسهوله. فانا قورت حاجتي وغسلتها حلوه قوي، حطيتها في مصفى وصفيتها وجهزت هي الخلطه. وهاخد الحاجه بقى ونحشي اللي انا هحشي وارص فيها. انا بعمل قلب الكوسه بحطه اهوت، انا يعني من بعد ما قورته نقعته حلو قوي فتره كافيه، وشيلته من الميه وحطيته في مصفى وصفيته من بدري. فانا هاخده واحطه تحت في الحله. خلاص اهوت فرشت بيه اللي هو القاع بتاع الحله، وهبدا ان انا بقى احشي وارص في الحله. ونسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ونبدا بقى ان احنا نحشي. هحشي معاكم واحده بتنجان كده وواحده كوسه، وبعد كده اكمل الحله، وبعد كده نرجع بقى عشان نشوف التسويه بتاعتها. تمام. نيجي نحشي الكوسه او البتنجان، ما نملاهاش، يا دوبك زي ما احنا شايفين نخلي فيها يعني ربعها من فوق علشان لما الرز يستوي ويزيد. اخد واحدة كوسة برضو نفس الطريقة اهي، برضو هحشيها. واهم حاجة ما نطلعش رز بره البتنجان او الكوسة اللي احنا بنحشيهم، ولو لقينا فيهم قبل ما نحطهم في الحلة ان ننضفهم كده. برضو انا نضفت الكوسايه اهيت من الرز، ما فيش الا الصلصه بس، عادي ما فيش اي مشكله. واهي زي ما احنا شايفين مش مليانه لاخرها، فيها برضو جزء كبير. وعايزه اقول لكم على حاجه، لما نيجي نقور الكوسه ما نقورهاش رفيعه زي البتنجان. البتنجان عادي بنقوره رفيع مش مشكله، بناخد قلبه كله. انما الكوسه بنسيبها فيها سمك شويه عشان ما نيجي نقطم كده نحس باللحم بتاعها. هاخد فلفلايه برضو واحط فيها برضو الرز، ونفس الطريقة برضو ما نملاش الفلفل، برضو نسيب ربعه زي الكوسة وزي البتنجان. يمكن انا الكلام اللي انا بقوله ده حاجة بديهية وحاجة قديمة قوي، بس احنا بنفكر بعض يعني. لان في ناس كتير بتقول على المحاشي ان هي صعبة، بس بجد والله لو عملتيها بالترتيب وتجهيز كده قبليها، او حتى لو من بدري او خدتيها واحدة واحدة كده، مفيش صعوبة خالص. وادي كمان الفلفل نضيف من بره مفيهوش ولا رزاية، ومن جوه اهو زي ما احنا شايفينه كده اهو. كده انا تمام وخلصت المحشي بتاعي وحشيته ورصيته اهو. وحاطه ميه على النار تغلي ميه في كاتل او في براد او في اي حاجه. نغلي الميه، وزيه زي برضو الكرنب او ورق العنب، تفتفت عليه المرقه. لو ما عندكيش شوربه او ما بتحبيش المحشي بالشوربه، بتفتفتي عليه من فوق مرقه الدجاج، وبتحطي المية بتاعته أو الشوربة بتاعته. بس الكوسة بيبقى بتحتاج شوربة أو مية أقل من اللي هو المحشي اللي بيتلف زي ورق العنب والكرنب، لأن الكوسة طبعا فيها مية. بس أنا بزود المية شوية عن الطبيعي، بس برضو بخلي الكوسة ما تتهراش ولا تشرب المية كلها، لأن هنشوف أنا بعمل بالمية أو الشوربة دي إيه لما نيجي يستوى ونغرفه مع بعض. فأنا هجيب المية بقى المغلية ومرقة الدجاج واجي نحطها مع بعض، وبعد كده نعلقه على النار.
انا جبت المرقة اهي وهنفتفتها على كده. المية كده غليت عندي، انا هحط المية زي ما احنا شايفين كده مثلا لتلات ارباع الحلة او تلتين الحلة زي ما احنا شايفين. انا هاخدها بقى واحطها على النار. حطيتها على العين البوتاجاز اهيت ومعلية عليها النار عادي، وهغطيها واول ما تغلي هسيبها شوية كده المية بس تنقص حاجة بسيطة خالص، وبعد كده ابقى اوطي عليها واشوفه بقى اتابعه لما يستوي اطفي عليه. حبايب قلبي وكده احنا خلصنا المحشي بتاعنا وغرفناه وشايفينه زي ما قلنا كده. وشوفنا الشوربة اللي انا طلعتها لما قلت انا هزود المية او الشوربة بتاعته اللي بنسقيه بيها. بس هطلعه متماسك ومش مهري، مش هستنى لغاية ما يشرب المية او الشوربة كلها زي ما احنا شايفين كده. والشوربة هي قدامكم، احنا بنحب نعملها كده زي ما احنا شايفينها كده. بناكل قلب الكوسة مع طبعا الطعم بتاع المحشي والخضار دوت الفلفل والبتنجان والكوسة بيبقى نازل في الشوربة بالطعم الجميل. وانا حاطة فيه كمان فلفل حامي سبايسي علشان يديله طعم اكتر، بنحب الحاجة سبايسي. زي ما احنا شايفين الشوربة تحفة جميلة جدا وطعمها لو دقتوها والله هتدمنوها. انا ما بعملش المحشي الكوسة الا قلب الكوسة لازم اعمل بيه كده كل مرة. وبنقدمه ومعاه المخلل زي ما احنا شايفين، انا ده مخلل فلفل اللي هو الهالبينو الحامي. وزي ما احنا شايفين كده صوابع المحشي متماسكة ولا مهرية ولا اي حاجة، ومفيش رز طالع منها زي ما قلنا في الفيديو ان احنا ما نملهاش على اخرها ونخليها الربع من فوق فاضي من الرز علشان ما يطلعش بره. شايفين الصابع متماسك وفي نفس الوقت شايفين البتنجان زبدة وطعمه في منتهى الجمال، طعمه ولا اروع من كده. وهنجرب كمان واحدة كوسة برضو شايفينها متماسكة ازاي، اهيت ولا مهرية ولا اي حاجة وما فيهاش الكوساية ولا رزاية من بره. وشايفينها برضو هندوقها مع بعض، شايفين متماسكة ازاي مش مهرية والرز فيها مفلفل مش مهري. طعمه بجد في منتهى الجمال واللذاذة طبعا. وما فيش يعني احسن من دفى الشتاء في المحشي سخن كده جميل مع الجو اللي احنا فيه ده. جربوها وجربوا والله الشوربة دي هتعجبكم جدا جدا وهتدمنوها وهتدعوا لي والله العظيم. ولو جربتوه بنفس الطريقة دي ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعوة حلوة من قلوبكم الجميلة. واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسكو عمرو. مع السلامة.